قبل ما تاخدي قرار الطلاق، لو انتي بتشوفي ان اللي اتطلقت دي سواء من صحابك او بتشوفيهم على السوشيال ميديا ان حياتها بتبقى احسن وبتسافر وبتروح وبتيجي بمزاجها وبتبقى مبسوطة، ده اللي باينلك. بس مش كل اللي بيبان هو الحقيقة. انتي ما تعرفيش الوجع اللي هي بتحس بيه، ما تعرفيش التحديات اللي هي ممكن تكون بتشوفها. قد يكون كل ده هروب من الوجع، أو ممكن يكون حقيقة. بس احنا كلنا مش زي بعض، اللي هي تقدر تتحمله وظروفها غير ظروفك. فقبل ما انتي تاخدي القرار ده، شوفي نفسك هتكسبي قد ايه وهتخسري قد ايه. لو لقيتي ان انتي هتكسبي اكتر فاوكي، لو لقيتي ان انتي هتخسري فساعتها يبقى تفكري تاني. علشان تقدري تجاوبي على السؤال ده هكسب قد ايه او هخسر قد ايه، هل القرار ده انتي اخداه بوعي ولا اخداه من باب ان انا بهرب من الوجع بتاعي؟ لو عايزة اخده بوعي فهسأل نفسي، هل انتي عملتي كل طرق الإصلاح ومفيش فايدة؟ يعني جربتي تغيري الطريقة والأسلوب؟ جربتي ان انتي ممكن تكونوا بس مش فاهمين بعض فمحتاجين متخصص؟ جربتي تروحي لحد متخصص انتي وهو، او حتى انتي لوحدك؟ قد يكون بس ان انتي مش فاهماه او مش لاقيه الطريقه المناسبه اللي تعرفي تتعاملي معاه بيها، او ممكن يكون كل المشكله ان انتي مش قادره تتقبلي حاجات في شخصيته، فلما تروحي لحد متخصص تقدري تعملي ده. هل حاولتي تجيبي حد امين او شخص حكيم يتدخل في الموضوع؟ هل انتي عندك المسؤوليه الماديه، يعني عندك مكان بعد ما تطلقي هتروحي له؟ هل ولادك هيبقوا آمنين ماديا ونفسيا بعد الطلاق؟ شوفي الباكج ده على بعضه واسألي نفسك، أنا فين دلوقتي وبعد الطلاق هبقى فين؟ لو لقيتي إن في مكاسب هتتحقق فأوكي، لو لقيتي إن أنا لأ، أنا مش جاهزة دلوقتي لا ماديا ولا نفسيا، وبالذات نفسيا لأنه أنت هتتعرضي لتحديات وحاجات في المجتمع. لو أنت قدها وأوكي مفيش مشكلة بالنسبة لك تمام، أما لو أنت مش جاهزة لسه كفاية فرجاء حاولي تاني في الإصلاح. روحي لحد متخصص، أو يعني دخلي حد حكيم بينكو، أو حاولي تاني بطريقة مختلفة.